السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا اقول لكم ازاي قدرت احول شكل الحوض الازاز البسيط اللي قدامكم ده للشكل ده. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. اول حاجة هنعملها بعد ما وصلنا الحوض كويس اننا هنفرش الارضية انواع الزلط او الحصى الملون، وده طبعا في منه انواع كتير جدا زي الحصى الزجاجي، الحصى الكوارتز الملون، الحصى الطبيعي المطلي، الحصى السيراميك او الرمل الملون. وطبعا اخترنا افضل حاجة عشان في انواع اللون بتاعها بيمسح وبتبهدل الحوض وبتكون ضارة للاسماك. بعدين حطينا شجرتين للزينة عشان يدوا شكل جمالي للحوض. الخطوة التانية بنملى الحوض مية، ولكن مش بنملاه للآخر، بنسيب حوالي من 5 ل10 سنتي من فوق عشان ما يطرطش مية لو السمك اتحرك. وهنا بعد ما ملينا الحوض مية هنبدأ ندخل في المرحلة التالتة. جبنا السمك وسبناه في كيسه بميته وحطيناه جوه الحوض، وهقول لكم ليه بنعمل كده. احنا بنسيب السمك في الكيس جوه الحوض فترة قبل ما نطلعه لسببين مهمين جدا. اول حاجة توازن الحرارة. المية اللي في الكيس درجة حرارتها مختلفة عن مية الحوض. لو نقلت السمك مرة واحدة من غير ما يتعود ممكن يحصل صدمة حرارية تؤدي لموت السمك بسرعة، لكن لما تسيب الكيس يطفو فوق سطح الحوض لمدة من 15 ل 20 دقيقة الحرارة في الكيس بتبتدي تتساوى مع حرارة الحوض. وخلال الفترة دي كنت بشغل الفلتر عشان اسيبه شغال شوية عشان يساعد انه ينظف المية ويخليها تتحسن كويس قبل ما ابدأ اضيف السمك. الفلتر بيساعد على دوران المية وبيخلي الاكسجين يتوزع وبينظف اي شوائب او بواقي صغيرة في المية. اما اللي انتوا شايفينه ماسكه في ايدي ده حاجة اسمها ووتر كونديشنر، وده وظيفته انه يزيل الكلور والكلورامين من المية الحنفية، وكمان في انواع بتحيد المعادن التقيلة اللي ممكن تضر السمك. بيتضاف للحوض بنسبة قليلة جدا، يعني بدل ما تسيب المية ترتاح يومين 3 عشان الكلور يطير ممكن تحط شوية قليلين جدا من الكونديشنر ده وتستخدم المية تقريبا فورا. اما ده بقى ملح احواض السمك، وبيختلف عن ملح الاكل العادي. الغرض منه بيساعد السمك انه يقاوم الطفيليات والبكتيريا، بيقلل من التوتر عند نقل السمك او ادخاله الحوض جديد، مفيد لبعض الاصابات البسيطة في الجلد او الزعانف، ومش بيتحط بشكل يومي لكن بعد تغيير المية او عند ظهور اي علامات مرضية. وطبعا ما ينفعش تستخدم ملح الطعام العادي اللي فيه يود او اضافات، لازم يكون مخصص للاحواض. تاني حاجة توازن المية. بعد ما الحرارة تتساوى بنفتح الكيس شوية ونبتدي ندخل شوية صغيرين من مية الحوض على مية الكيس، وده بيخلي السمك يتعود على درجة البي اتش، ودي نسبة الحامضية او القلوية في المية. تاني حاجة نسبة الاملاح والمعادن واي اختلافات تانية بين الميتين. في الاخر بعد نص ساعة تقريبا السمك بيكون اتأقلم مع المية، فبنبدأ ان احنا نطلعه ونسيبه في الحوض. انا اخترت نوعين سمك بس كبداية عشان اوريها لكم، لكن ان شاء الله في الفيديوهات الجاية هوريكم اختلاف رهيب وتنوع بيئي تحفة في الحوض ده، فتابعوا باقي الفيديوهات عشان تعرفوا معانا كل جديد. النوع الاول هو الجولد فيش، من اكتر اسماك الزينة شهرة وسهولة في التربية. اصلها من اسيا وتعتبر من اوائل الاسماك اللي اتربت في البيوت من مئات السنين. بتعيش لفترات طويلة ممكن من 5 ل10 سنين او اكتر لو الظروف مناسبة. بتاكل اكل مجفف، ممكن تاكل خضار مسلوق خفيف زي البسلة والكوسة. اهم حاجة ما تديهاش اكل زيادة عشان ما تموتش وعشان ما يتراكمش في المية ويبوظها. الوانها زاهية، شكلها جميل، وبتدي حركة وحيوية في الحوض، والاهم من كل ده انها سهلة التربية للمبتدئين. والنوع التاني هو البليكو او السمكة اللزقة. ناس كتير بتسميها سمكة الكنس او اللزقة لانها بتمص الطحالب من على زجاج الحوض والديكور.
عندها فم عامل زي الكوباية بيخليها تلزق في الإزاز وتاكل الطحالب. في منها أنواع صغيرة مناسبة للأحواض المنزلية، وأنواع تانية بتكبر جدا ممكن توصل لأكتر من 30 سنتي. وبعد ما خلصت كل حاجة جه الدور على آخر لمسة، الغطاء الخشبي. الغطاء مش بس بيكمل شكل الحوض ويخليه أجمل، لكن كمان له أهمية كبيرة. بيمنع السمك من إنه ينط بره، وبيقلل تبخر المية أو إن أي حاجة تقع فيها وتوسخها، وبيديني فرصة أركب إضاءة جوه الحوض عشان تديني شكل أجمل أكتر. وبكده يا جماعة يكون الحوض جاهز، ولكن مش بنسبة 100%، لأن دلوقتي بوريكم بس إزاي قدرت أحوله من حوض إزاز بسيط لتحفة فنية. ولكن زي ما قلت لكم إن لسه في أنواع كتير من السمك اللي ينفع تعيش مع بعض هنضيفها للحوض، ولسه في ديكورات كتير هنضيفها تخلي شكل الحوض تحفة. فتابعوا معانا الفيديوهات الجاية. ولو مهتم بالمحتوى بتاعي ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس وتدعمني بلايك، واكتب لي في التعليقات تحب نغير من شكل ايه في الفيديوهات الجاية.